هنقدر الجو يعني فيه لسعة ساقعة خصوصا بالليل. درجة الحرارة بالليل النهاردة 13 وفي النهار 20، بس الشمس النهاردة ساطعة وجميلة ودافئة، يعني ممكن نخرج كده نتشمس شوية نقعد في البلكونة، يعني علشان يعني ناخد مزيد من الطاقة والدفء. لكن البرد بيجي ازاي نحمي روحنا من البرد وازاي نحمي روحنا من الحساسية؟ يعني عايزين نقول سلامة كل المرضى، ونبدأ دلوقتي نقول صباح الخير للأستاذ دكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الحساسية والمناعة. أهلا بيك يا دكتور وصباح صباح الخير. الخيرات. يعني عايزين نقول الجو بدأت الشتاء كده جامدة، وابتدت كل الناس تعطس ورشح وانفلونزا، فالناس عمالة تقول يا ده برد. البرد ده صحي يا دكتور ولا لا؟ وازاي نحمي روحنا وولادنا ونقيهم من نزلات البرد؟ هو انا مش عارف الناس كده بس كتير جدا، واحنا ارحم من الكيمو وارحم من المناطق اللي في روسيا البارده، المناطق القطبيه دي كلها. بس مم. انا عايز ان احنا لازم نتعلم كيفيه التعامل مع التغيرات المناخيه. كل ما تيجي اي حاجه في التغيرات المناخيه نكون احنا جاهزين ومستعدين. في ناس لغايه دلوقتي لسه ما لبستش ملابس شتويه، في ناس لسه دلوقتي ما غسلتش البطانيات ولا اللحفه ولا واخد باله خالص. بيجيلي مم. ناس عندها حساسيات، ودول تقريبا نصف الشعب. بيجي خارج في الشارع ولابس حاجه 7 على صدره، صدر مفتوح. البنت الصغيره رايحه المدرسه ولابسه جاكيت تقيل صحيح، بس احط ايدي الاثنين دخل صدرها من فوق الفتحه تدخل هواء. عندي الاكمام واسع. يبقى لازم نتعلم حاجتين. اول حاجه مش عايزين البرد يدخل داخل اجسامنا. ازاي؟ ان احنا نلبس ملابس الخاصه بالشتاء، ودي نمره واحد تعتمد على 3 طبقات. الطبقه الداخليه الملتصقه بالجلد، واللي عايز يكتب معايا يكتب. مم. الطبقه الداخليه بتكون قطن، وقطن سميك يكون موجود في السوق ومش غالي، ويكون عند الرقبه مقفول وعند الرسغين مقفول وطويل شويه، اكبر من الحزام، يعني اعلى اوطى من الحزام. الحاجه الثانيه، اذا لبسنا حاجه واسعه، مفيش مقاس الطفل مثلا موجود في مدرسه المدرسه ولا حاجه، كل مم. يوم الصبح ناخد غرزه بسيطه كده بخيط ونفكها من نرجع المدرسه، او بنيجي نقلع، او ناخد دبوس. برضو الناس الكبار ممكن يحط كوفيه، يحط جرافطه. المهم لازم اللي عند الرقبه محكم جيد جدا، خاصه الناس اللي عندها حساسيه والناس اللي عندها نقص مناعه، ويزود الوزن الزائد والحوامل والمسنين والاطفال الصغار اقل من 5 سنوات، واي حد عنده مرض مزمن مش بتابعه، زي بتوع مرضى السكر والضغط، ربنا يشفي الجميع، وحتى السرطانات. نمره 2، الطبقه الوسطى. الطبقه الوسطى دي ممكن لو احنا بنحس بالبرد أكتر ناخد طبقه قطنيه ثانيه، مش مشكله، وممكن بقى تكون اي حاجه، مش لازم تبقى محكمه اللي عند الرقبه. ولكن الطبقه الوسطى اقصد بها طبقه من الصوف. يبقى نجيب صوف، اي نوع من الصوف، ما يكونش غالي بس ما يكونش ضيق ولا محزق، يكون فضفاض. ليه؟ مم. الصوف يمتص العرق، الصوف بيتحمل الضغط، الصوف بيسمح بدخول او وجود طبقه عازله من الهواء، وتحط تحتها خط، لان وجود طبقه عازله من الهواء بين الطبقه الداخليه والطبقه الوسطى بيحميني من تيارات البرد الداخليه، ويحافظ على الحراره ما تطلعش بره. 3، ده لازم لسه نلبس. هنلبس 3 يا دكتور؟ ده الناس هتبقى تخينة قوي. معقول حضرتك؟ معلش، ساعات بيقولوا بيضحكوا علينا وما بيضحكوش معنا، عشان خاطري انا اه. اتحملوني في السنه، وهتشوف هيحصل ايه في الاخر. بعد كده الطبقه الخارجيه. الطبقه الخارجيه اللي هي الطبقه الفضفاضه، يلبس، عايز يلبس ملابس المدرسه يغيرها، ويلبس يونيفورم جاكيت واسع واسع واسع، اكبر من عمره بسنتين او 3، مم. يعني جلد عند نص الفخذين، ويكون واسع عند الاكمام. وليه بقى؟ وجود طبقه كبيره من الهواء، عازله من الهواء، تحمي جدا جدا الاطفال دول، وبتحمينا من تيارات البرد، تحافظ على حالتنا. بس على شرط، اما ندخل مكان مغلق زي المدرسه زي الجامعه زي العمل، افتح السوسته او افتح الزراير عشان اسمح بتجديد الهواء،